مبسوط جدا اللي خرجت من الكاس، واقسم بالله مبسوط جدا اللي اللعيبه هترتاح. اصلا الزمالك من البدايه خالص الناس كلها كانت مستغربه احنا ليه هنلعب بالناشئين، احنا ليه الزمالك يلعب بالناشئين؟ طب انتوا ليه دخلتوا الكاس؟ لان انت يا صاحبي مش حمل غرامات، انت مش زي الاهلي معاك فلوس تنسحب وتدفع عادي، انت معاكش فلوس تدفع غراماتك وبتاع. فايه الحل؟ نضرب عصفورين بحجر، ريح اللعيبه الاساسيه، اطلع على المجاميس، سافر تعالى يا عم اندريا، انت واحمد مجدي هتمسكوا الناشئين هتلعبوا بيهم الكاس. وصلنا خير وبركه، هنستفيد كذا حاجه، اللي احنا نوصل ناخد الكاس، اللي احنا اللعيبه تتشاف، اللي هيمشي هيمشي، اللي هيتباع يتباع، يعني فاهم، تبقى ايه الدنيا واضحه، مين هيقعد مين هيمشي، نشوف اللعيبه اللي ممكن تكمل مع الفريق. وانا شايف اللي في 4 لعيبه كويسه زي محمود الشناوي، وزي احمد مجدي، وزي محمد السيد، وزي ايشو. 4 لعيبه يستاهلوا اللي هم يقعدوا في نادي الزمالك. عايز بقى الباقي كان يطلع اعاره يتشافوا اكتر من الناس بتاع يعني ممكن يكون ده فكرهم. دي النقطة التانية، وانا كنت شايفها بقى دي اللي بالنسبة لي كانت اهم، يعني لو ما كانوش هم شايفينها انا كانت هي دي اللي بالنسبة لي الحمد لله اللي هم عملوا كده. اللي هي ايه بقى؟ دلوقتي يا باشا احنا لعبنا باللعيبة الاساسية ماشي زي ما انت عايز، والكاس وادام هنلعب الكاس نخش باللعيبة الاساسية. زيزو اتصاب ما لعبش السوبر الافريقي، تحط نفسك بقى. شلبي اتصاب، عبد الله اتصاب، ناصر ماهر اتصاب، عمر جابر المسلوس، حد من الاساسيين بتوعك اللي مالكش اصلا ليه بديل اتصاب. انت هتعمل ايه؟ يعني بعدين كلنا بنلعن نفسينا ونلعن الكاس واللي عايزينه بسبب اللي هو مش هيلعب ماتش السوبر، اللي انا شايف ان الزمالك زيرو اعداد فيه. زيرو اعداد بمعنى زيرو اعداد، انت مش ما بتعدش للماتش السوبر ده بجنيه. لا في صفقه جت ولا حد خلص، كل اللي بنسمعه انا بالنسبه لي هبد. لحد ما ينزل على صفحه الزمالك وقناه الزمالك اللي اللعيب ده مضى وجه يبقى هو ده تمام، غير كده بالنسبه لي هبد اجتهادات. فما بقتنعش بالكلام ده كله، ده ما اعرفش مين اكيد جاي، ده مضى 3 سنين، ده زيزو خلاص بجدد، ده ما اعرفش. كل ده بالنسبه لي زي ما بقول لك هبد لحد ما يطلع. فانا اللي شايفه دلوقتي الخطوه الصح اللي الاداره عملتها اللي هي لعبه الناشئين، ريحت اللعيبه. لان انت زي ما انت شايف لعيبه الاهلي خلاص كلها خدت اجازه، كلها قاعده في الساحل، كلها ماسكه الاناناسيه، كلها مبسوطه. وانت لعيبتك اللي هتفضل مضغوطه لسه كمان 3 4 ماتشات كمان. والله اعلم بقى زي ما قلت لك ممكن حد يتصاب، حد ما يلعبلكش ماتش السوبر، فعلى ايه؟ مش هتاخد حاجه اصلا من الكاس، وبطوله مش مالها عادي يعني، ده هو هم عايزين يشقلبوها اصلا عشان ننجز حالنا. فاللي هو مصلحه اللي انت خرجت منها، زي ما بقول لك انا مبسوط اللي احنا خرجنا منها. انا بس كنت يعني اللي كان نفسي نكمل بسبب اللي اللعيبه تفضل نشوفها اكتر واكتر واكتر، هم دول اللي هيلعبوا الماتش اللي جاي واللي بعده. وزي ما قلت لك كان ممكن يجي من وراهم مصلحه، اللي حد يتشاف ويتباع، حد يطلع اعاره. بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هم يرتاحوا بقى ويطلعوا يصيفوا شويه وينسوا الكوره شويه، لان خلاص يعني احنا كمتفرجين انا اتخنقت وزهقت واقسم بالله. ودي ما حصلتليش من سنين اللي انا ازهق اللي انا اتفرج على الزمالك او على كوره. اتمنى الاداره بتاع الزمالك تجيب صفقات قويه، دعم يبقى قوي قوي، لازم نعد كويس اول ماتش السوبر. اتمنى يعني. لو اول مره تشوفني متنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، ومتنساش تعمل شير للفيديو، واحلى مسا عليكم.